أهلا بيكم. اللحمة المعصجة بنحتاجها في حشوات كتيرة جدا، عشان كده فيديو النهاردة هنعمل فيه اللحمة المعصجة بطريقة بسيطة تنفع لكل الحشوات. ويلا بينا على الفيديو علشان نشوف طريقتها مع بعض. حط زيت على النار، انا مش محتاجة زيت كتير، اللحمة هتنزل دهونها، انا محتاجة بس الزيت ده عشان اشوح فيه البصلة. معايا بصل مقطع صغير، والبصل انا قسماه على جزئين، الجزء الاولاني هحطه دلوقتي وهنشوف الجزء التاني هنعمل فيه ايه. ابتدي ان انا اخلي البصل يدبل، انا عايزاه يدبل حاجة بسيطة، انا مش عايزاه يغير لونه. شايفين بالشكل ده كده؟ اول ما يوصل للدرجة ديت هحط عليه اللحمة المفرومة، وابتدي ان انا افك منها اي تكتلات وبفردها كويس عشان تغير لونها من تحت. وزي ما احنا متعودين الفلفل الاسود ده اساسي علشان يشيل اي زفارة، وكمان هنا علشان يفك اي تكتلات في اللحمة. اول ما تغير لونها وكلها تاخد لون واحد بالشكل ده، هحط الجزء التاني من البصل، بحيث ان هو بيديله قرمشة وكمان بيديله طعم تاني مع الطعم اللي هو متشوح. اقلبهم، وبعد كده هحط فلفل مقطع صغير، اي فلفل بيكون موجود عندك، لو ما عندكيش الوان نقدر نحط لون واحد بس اللي موجود عندك في البيت. هبتدي ان انا اتبل بملح، 7 بهارات، توم باودر، وقرفة، واحنا كنا حطينا الفلفل الاسود في الاول. وهقلب اللحمة حلوة قوي علشان تتشرب كويس جدا من التوابل. معايا كمان طماطم مقطعة صغير، انا حاطه الطماطم من غير القلب بتاعها او واخده اللي هو الشحم بتاعها من غير المية بتاعتها، مش محتاجة مية كتير. وكمان حاجة بسيطة بس من الصلصة، ممكن تكون معلقة صغيرة من الصلصة. وتوم مفروم، انا بحب برضو احط التوم في الاخر، بيديله ريحة وطعم غير لما بيكون متشوح كده في الاول. جربوا طريقة التوم ديت بجد بتديها طعم حلو قوي. ابتدي اقلبهم كلهم وبحط لهاش ميه، انا بعتمد بس ان انا بغطيها وبوطي عليها وبسيبها تنزل ميتها، واسيبها تكمل سواها بالشكل ده كده. شايفين كده شكلها بعد ما استوت، والميه كمان بتاعتها نشفت كده، كل حاجه استوت فيها، اللحمه الخضار بقت كده تمام وجاهزه ان انا استخدمها لاي حاجه عندي نقدر ان انا احشي بيها. نقدر ان احنا نستخدمها في مكرونة بشاميل، في رقاق سواء طري او ناشف، كمان في الجلاش، ممكن كمان في السمبوسك. نقدر ان احنا نعمل كمية كبيرة ونشيلها في الفريزر لأي وقت احنا مستعجلين وعايزين نقدر ان احنا نعمل بيها اي حشوة من الحشوات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وتعليق جميل. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.